ونهاية اللقاء بفوز النجف ب3 أهداف مقابل هدفين. انقلبت الأمور بعد طرد اللاعب يونس غني. مبروك لنادي النجف. هارد لك لنادي الكرخ. مباراة جميلة وممتعة وحظ أوفر في قادم المباريات لنادي الكرخ. شكرا للفريقين، تقبلوا تحياتي. أنا معلق المباراة حسين السعدي، على أمل أن نلتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى على بركة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة للزميل العزيز علاء هيكل وضيوفه الكرام للحديث أكثر عن مجريات الشوط الثاني لهذه المباراة ونتيجة اللقاء. لك الكلمة زميلي علاء.